أول مرة في حياتي أعمل تجربة وأكون عندي توقع نسبي لنتائجها، ولكن تطلع نتائجها عكس توقعاتي بنسبة 100%. دي الأجهزة اللي هنستخدمها في التجربة بتاعتنا. طب إيه بقى التجربة ببساطة؟ التجربة ببساطة إن إحنا هنشوف تأثير اللزوجة على صوت المحرك، خصوصا طبعا الصبح. ناس كتير بتبقى يعني صوت الموتور ده بيفرق معاها ويحس قوي بتغيرات صوت الموتور. فاحنا جايين بقى ايه نسبة الموضوع ده. هنشوف هل في تأثير او في فرق بين لزوجة ال10 W40 ولزوجة ال2050 اللي هي تعتبر اعلى لزوجة، هل ليها تأثير على صوت المحرك خصوصا طبعا بعد الصبح ولا لا. وطبعا علشان نعمل ده هنحتاج طبعا الجهاز دوت اللي بيقيس شدة الصوت بدقة يعني متناهية، والجهاز ده اللي بيقيس درجة الحرارة الخارجية، وده بيقيس درجة الحرارة الداخلية في الموتور. طب ليه اجهزه قياس درجه الحراره؟ يعني مثلا جهاز شده الصوت فهمناه، انت هتقارن بين شده الصوت الموتور مع اللزوجه المنخفضه واللزوجه العاليه. طب درجه الحراره ليه بقى؟ ببساطه شديده درجه الحراره لها تاثير مباشر على اللزوجه، واللزوجه لها تاثير مباشر على شده الصوت، فبالتالي لازم نثبت درجات الحراره علشان تبقى قياسات شده الصوت ايه؟ دقيقه. يلا بينا الاول هنبتدي مع اللزوجه ال10 40. خدت بالك ازاي هنقيس شده الصوت ودرجات الحراره؟ بعد كده هنغير زيت الموتور، ونيجي تاني يوم في نفس التوقيت الصبح كده هنعمل نفس التجربة تاني بحيث نثبت كل شيء تقريبا، وبعد كده ان شاء الله هنخلص النتيجة. يلا بينا. مبدئيا دلوقتي درجة حرارة 23 خلاص، 22.9 متقلبة يعني تقريبا 23 خلاص. طيب هنبتدي بقى كمان نقيس درجة الحرارة داخل الموتور. هتقولي ليه داخل الموتور؟ هقول لك علشان الناس اللي بتشكك، واحد يقول لك ما انت ممكن تكون مدور العربية شوية ومسخنها، فبالتالي ده هيأثر على شدة الصوت. خلاص هنحط ده جوه مين؟ جوه الموتور خلاص، وهنسيبه 5 دقايق كده ولا حاجه. طيب بعد مرور 5 دقايق تقريبا درجه الحراره داخل الموتور 23 ونص خلاص، اللي هي تقريبا زي بره. نبتدي بقى دلوقتي ندور العربيه مع اللزوجه ال10 40 ونشوف شده الصوت هتبقى قد ايه. وهنا نزلت زيت ال10 W40 واللي نزلت قبله ميعاده بدري قوي، وهنا بوريك اهوت ان الزيت يعني مازال لونه حلو، لان هو تقريبا ما مشيش غير فتره صغيره جدا، وانا عملت كده عشان التجربه. هنبتدي بقى دلوقتي نحط زيت ال20 W50، وانا بحاول والله ان انا يعني اديكيومنت او يعني اوثق كل حاجه بدون ما اعمل اعلان لاي زيت، فبحيث تبقى الامور يعني فيها مصداقيه، ويعلم ربنا يعني ربنا اللي شاهد بيني وبينكم. هنبتدي اول حاجه نقيس درجه الحراره الخارجيه. طبعا في تغير حوالي 4 درجات. التغير ده مش كبير عموما في موضوع الزيوت عشان برضه تبقى الناس مدركه. التغيرات الحقيقيه في الزيوت اللي هو فوق الصفر وتحت الصفر، يعني 15 درجه فوق الصفر، 10 تحت الصفر، حاجات زي كده. لكن تغيرات 3 4 درجات دي تغيرات طبيعيه. طيب هنقيس بقى ايه جوه الموتور. نحط ده في مقاس الزيت ونسيبه 5 دقايق ونرجع له تاني. وهنا بالمره عشان يبقى كله ايه، كله مظبوط زي التجربه اللي فاتت. طبعا بعد مرور 5 دقايق برضو درجه الحراره زادت شويه. ليه؟ لان طبعا احنا الشمس ابتدت تطلع، خدت بالك، فهتلاقي درجات الحراره بتزيد يعني بايه، بال2 من 10 بال3 من 10، فده طبيعي. الحمد لله كده كل درجات الحراره عموما في حاله استقرار من امبارح للنهارده. هنبتدي بقى دلوقتي نفتح الجهاز ونستعد لتشغيل المحرك مع اللزوجه ال20 W50. توكلنا على الله. تلقى بقى الصدمات اللي جايه، واللي هي صدمات غريبه جدا ليا انا شخصيا. اول صدمه ان بعد مرور 2.5 دقيقتين مع زيت ال10 40 وال20 50 كان صوت الموتور اهدى في ال20 50. يعني في ال10 40 كان 76 واحد من 10، وفي ال20 50 كان 76. طيب الفرق ده مش طفيف، اسف، الفرق ده طفيف جدا، او يعني لا يذكر تقريبا. طب الصدمه الكبيره جايه فين بقى؟ ان انا لما ابتديت اراجع الفيديوهين تاني، يعني عاوز اقول لك ان انا كنت هعتمد على نتيجه ال2.5 دقيقتين وخلاص، واعتقادا مني ان ال20 50 هيطلع صوته اعلى، والله العظيم ربنا شاهد على ده. فلما رجعت الفيديو تاني لقيت ان ال20 50 اهدى بفرق طفيف. قلت لا، اللي يديك كونفirmation صحيح او تاكيد صحيح ان انت تراجع الفيديو عند 10 ثواني وعند 20 ثانيه.
وطبعا كنت متاكد او شبه متاكد ان 2050 هيطلع اعلى، لكن النتيجه طلعت صادمه تماما. ازاي؟ عند 10 ثواني زي ما هوريك في الصوره دلوقتي، ال 10 دبليو 40 كان 81.2، ال 2050 كان 80.8، يعني بعد 10 ثواني صوت الموتور مع ال 2050 كان اهدى. فالموضوع بقى محير بالنسبه لي اكتر، قلت نكمل 20 ثانيه. بعد 20 ثانيه مع ال 10 40 كان 78.6، مع ال 2050 كان 78.2. فالصادم ان صوت الموتور مع ال 2050 اهدى بعد 10 ثواني، اهدى بعد 20 ثانيه، اهدى بعد 2.5 دقيقة، والنتائج كلها متسقه مع بعضها. ف مش عارف والله، ما قادر. الموضوع بالنسبه لي غريب، لكن هو ليه تفسير. يعني التفسير ده انا بعد ما فكرت شويه هو ليه تفسير. ايه التفسير بقى؟ هقول لك دلوقتي حالا. الكتالوج يا جماعه، ازاي؟ الكتالوج بيقول لك ان ال 2050 صالح لحد ناقص 10 درجات سيليزيوس. خلاص، خليك انت في ناحيه الدرجات السيليزيوس او المئويه اللي هنا دي، لحد ناقص 10. طيب درجه الحراره 28 فوق الصفر، درجه الحراره قريبه من هنا، يعني المدى الحراري اصلا هنا في المنطقه دي. كل الزيوت دي الفروقات بينهم مش هتكون شاسعه، وال 2050 هيكون ممتاز جدا، لان انت ما انتش جايبه عند درجات حراره التجمد، لا ده انت جايبه في مدى حراري اصلا الدنيا حر. يعني الزيت اصلا سايل وحالته يعلمها ربنا، وحران وعرقان، كل الزيت دي عرقانه وحرانه، لان انت جايبها في مدى حراري. بص فين المدى الحراري اهو، انت جايب في اخر حته في المدى الحراري اللي هم كلهم سخنين وحرانين وسايلين وحالتهم يعلمها ربنا. وبناء عليه صوت الموتور ما اتغيرش كتير، او كان لصالح ال 2050 كمان، لان طبعا هو التزييت بتاعه افضل والترطيب بتاعه افضل. ودرجات الحراره طبعا مرتفعه، لان احنا في اخر المدى الحراري درجه الحراره 28 درجه مئويه. انت متخيل؟ يعني الجو ده حر جدا، حر جدا مقارنه ببقيه دول العالم. طيب امتى بقى الفرق كان هيظهر بشكل كبير جدا لصالح ال 10 دبليو 40؟ امتى؟ لو كنا في درجات حراره ناقص، درجات حراره تحت الصفر، ناقص 10 ناقص 20. هنا كان ال 2050 هيبقى صوت الموتور فيه سيء جدا، لان الزيت كان هيتاخر عقبال ما يطلع، لانه كان هيبقى لازق جدا، وال 10 دبليو 40 كان هيطلع اسرع منه، فالصوت كان هيبقى يعني شده صوت كان هتبقى ممتازه لصالح مين؟ لصالح ال 10 40. وبناء عليه اي زيت ما دام موجود في الكتالوج هو صالح للاستخدام. الزيت ما دام موجود في الكتالوج وانت مراعي المدى الحراري فهو صالح للاستخدام طبقا للتجربه دي. وطبعا من الحاجات المهمه كمان اللي انت لازم تعرفها او تاخد بالك منها، ان الصيف غير الشتاء. يعني درجه حراره 28 درجه مئويه انت محصور هنا، غير ما تبقى درجات الحراره مثلا 10 درجات مئويه، فالمدى الحراري بقى اصعب، فده بيزداد صعوبه على 2050. علشان كده في الشتاء بالذات هتسمع السرسعه بتاعت التكيهات او صوت الخبطه بتاعت التكيهات مع ال 2050. ليه؟ لان هو هنا بقى المدى الحراري بقى اصعب بالنسبه له. ال 10 40 هيتميز، صوت ال 10 40 هيكون افضل بكتير من ال 20 50. لكن انا متاكد ان في الشتاء ال 10 40 فعلا هيكون افضل. لكن طبعا احنا عشان في الصيف فده الملعب بتاع مين؟ بتاع ال 20 50، عشان كده صوت الموتور اهدى. لكن في الشتاء صوت الموتور فعلا هيكون اعلى مع ال 20 50، وهتسمع صوت التكيات كمان. اتمنى من الله ان ربنا يكون وفقني في التجربه دي، واتمنى من الله ان انا اكون وضحتها، وهي فيها طبعا تفاصيل كتير، واتمنى ان انتم ما تكونوش اتلخبطتوا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. سامحوني عليه تقصير، انا بني ادم وبغلط، يعني اكيد مش